انتوا متخيلين ان في ناس لسه بتسأل هل في كلية اسمها كلية التمريض اصلا، او متعرفش ان في كلية اسمها كلية التمريض؟ انت دلوقتي بتسألي بتقولي هل كلية التمريض دي كلية حكومي ولا في منها اصلا خاص، او هي محتكرة بس على الخاص؟ احب اقولك ان التمريض يعني معظمه حكومي، بس في منه موجود طبعا في الجامعات الخاصة. يعني مثلا هتلاقي مثلا عندنا الثانوي التمريض، اللي هو بعده بيجي المعهد، وبعده طبعا بيجي كلية التمريض. كلية التمريض هي أعلى حاجة في دراسة التمريض، لأن بيتيحلك بعدها الماجستير والدكتوراه. ده غير فرص تانية كتير. تمام. طب مثلا هتقولي لي ايه الفرق بين الخاص والحكومي؟ هقولك طبعا المجموع، عشان تدخلي الحكومي لازم تكوني جايبة مجموع في ثانوية عامة كبير جدا. بعد كده في الخاص طبعا لازم تبقى جايبة مجموع معين او نسبة معينة على حسب الجامعة دي بتطلب ايه بالظبط. طبعا الفلوس بقى على حسب كل جامعة. تمام. في الحكومي ما بندفعش فلوس كتير جدا، يعني على حسب بقى المصاريف بتاعة الجامعة او الجامعة بتطلب منك ايه. بس طبعا مش هتقارنيها بالخاص. الخاص بتبقى تكاليفه كلها ايه، شاملة كل حاجة، مش زي الحكومي. الحكومي بيبقى مدعم من الدولة شوية. طبعا كلنا عارفين المعلومة دي. السؤال الأهم بقى، هل كلية التمريض دي كلية معتمدة وهقدر أسافر بيها بره، أو إن أنا يكون لي فرص عمل في البلاد التانية زي مثلا ألمانيا أو السعودية أو دول الخليج بشكل عام؟ هقولك أول حاجة، كلية التمريض كلية معتمدة، والشهادة بتاعتك بتبقى معتمدة على حسب الجامعة اللي انت فيها. كلية التمريض اللي هي 5 سنين، ركزوا معايا، 5 سنين، عشان منروحش النقط تانية خالص. تاني حاجة بقى، السفر بيبقى متاح ليكي كولد أو كبنت لأي دولة، سواء بقى دول الخليج أو أمريكا أو ألمانيا. طبعا كل حاجة بيبقى لها طريقة أو طريق معين. تمام. بس هي متاحة وبشدة جدا، والفرص كتير جدا جدا لخريجين كليات التمريض. طيب مدة الدراسة والشغل. مدة الدراسة طبعا في كلية التمريض بتبقى 5 سنين، 4 دراسة وسنة واحدة امتياز، أو فترة التدريب بتاعتك في أي مستشفى من مستشفيات الجامعة. وطبعا عندنا هنا في مصر بنتوزع على مستشفيات الجامعة كلها، يعني بنعدي على كل المستشفيات أو الأقسام عشان ناخد خبرة أو نتعود على الشغل في كل الأقسام. طبعا بعد ال5 سنين ما بيخلصوا بتستلم التكليف بتاعك على طول. التكليف ده اللي هو الوظيفة، عشان بس اللي مش عارف. طيب لو انت مثلا تقديراتك كويسة في الجامعة وعايزة تعيني معيدة، بيتيحلك برضو الفرصة دي لما بتكوني طالعة من الأوائل أو جايبة تقدير عالي. بيتيحلك ان انت تكوني في الاستاف بتاع التدريس. وبس كده، دي كانت معلومات انت طلبتيها عن كلية التمريض. لو عايزين أسئلة أكتر أو عندكم أي سؤال سيبوه في الكومنتات وشيروا أي حد يعني عاوز يعرف معلومات عن كلية التمريض، أو ما عندوش المعلومات الكفاية. واعملوا فولو عشان تشوفوني على طول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.